نهاية مباراة الزمالك والإسماعيلي، فوز الزمالك 2-0 مقابل لا شيء. طبعا احنا مش هنتكلم فني علشان الماتش يعتبر مفهوش فنيات ومفهوش أي حاجة. موضوع التحكيم يا جدعان بقى موضوع بايخ، بقى موضوع يعني الواحد بقى مشمئز من الحكام اللي عندنا حرفيا. يعني التحكيم في أسوأ حالاته في الكرة المصرية من زمان، ده مش من دلوقتي، يعني احنا مبنتكلمش من دلوقتي، بنتكلم من زمان أوي. بس النهاردة يعني في ماتشين، ماتش الزمالك وماتش بيراميدز، عهر تحكيمي. يعني لو لقيت كلمة أكتر من كده المفروض تتقال. اللي بيحصل ده يا جدعان مرضوش ربنا، مرضوش ربنا. تدخل لاعب الزمالك على الإسماعيلي بياخد فيها إنذار بس، ده قلة دين. تدخل على رجله مقدمها له 2، دي طرد مباشر، طرد، دي طرد مباشر. كرة الزمالك البلانتي اللي جه منها بعد كده هدف دونجا، الكرة دي فيها كلام إنها ضربة جزاء، فيها كلام إنها ضربة جزاء. فين بقى الناس اللي هتطلع بقى وتقول لك الأهلي بيفوز بالتحكيم والكلام الفاضي ده كله؟ فين الناس دي دلوقتي؟ اللي بيحصل ده يا جدعان مرضيش حد، اللي بيحصل مرضيش ربنا. اتقوا ربنا شوية.